رابطة الجنوب السوري رابطة ثورية اجتماعية موجودة في الداخل السوري المحرر. حياكم الله وبياكم في افتتاح مؤتمركم الأول، مؤتمر مهجري الجنوب السوري، متمثلة بتجمعات دمشق وريفها والقلمون الشرقي والغربي ودرعا وأريافها والقنيطرة. كانت الرابطة ولا زالت بعد توفيق الله عز وجل عونا وسندا لأهلنا المهجرين منذ أن وطئت أقدامهم أراضي الشمال السوري المحرر، فقد عملت على جمع الشتات وتخليص أهلنا من معاناة المخيمات والحفاظ على التماسك والتكاتف بين أفرادها ومكوناتها، لأن العمل على هذه الأمور من مقومات بناء المجتمعات الكريمة، فكان ذلك من أولويات الرابطة. وبعد جهود استمرت ل6 سنوات من تهجيرنا، أكرمنا الله تعالى بإنجازات عظيمة كانت تحت إشراف الرابطة والتجمعات الممثلة بها دمشق وريفها والقلمون الشرقي والغربي ودرعا وأريافها والقنيطرة، فأنشأت 8 تجمعات سكنية في منطقة الباب وما حولها، والتي بنيت فيها أكثر من 6000 وحدة سكنية و24 مسجدا و13 مدرسة و4 مستوصفات طبية وحدائق ومرافق عامة وخدمات كاملة في البنى التحتية. ولا زالت الرابطة تشرف على تأمين الأبنية السكنية وتسجيل الاستمارات للعوائل التي تتقدم إلى الرابطة بطلب مسكن لها، فقد بلغت الاستمارات التي قدمت مؤخرا للرابطة 1500 استمارة، على أمد الإسراع في تأمين مساكنهم بعون الله. كما قدمت الرابطة يد العون للمتضررين بالزلزال الذي ضرب الشمال السوري في شباط من هذا العام، كما أشرفت على المشاريع الاجتماعية والرعاية المستدامة كرعاية الأرامل والأيتام الذين يبلغ عددهم 1300 يتيم، وكذلك جرحى الحرب الذين بلغ عددهم 1000 جريح نسب إصاباتهم متفاوتة. فعملت الرابطة على تأمين سكن آمن ومريح لهم، فضلا عن تأمين احتياجاتهم، وكذلك الإشراف على حملتي العفاف ومودة لمساعدة الشباب على الزواج، فأقيمت الأعراس الجماعية إذ بلغ عددهم أكثر من 1000 عريس، إضافة إلى المشاركة في البطولات الرياضية وألعاب القوى، وتكريم المتفوقين من طلاب وطالبات المدارس والجامعات، والحفاظ والحافظات في المعاهد القرآنية الذين فاق عددهم عن 1200 بين حفاظ ومجازين. وأنشأت رابطة الجنوب السوري شبكة علاقات مع كافة شرائح المجتمع والمكونات الثورية في الشمال السوري المحرر، وكان لها عدة مشاركات وفعاليات ثورية، كما استطاعت بجهود مشتركة وعمل مستمر مع مهجري سوريا إلى إنشاء رابطة مهجري سوريا، والتي جمعت كافة المناطق السورية التي تعرضت للتهجير القسري بفعل آلة البطش والإجرام التي انتهجها نظام الأسد وحلفائه، وكان لها دور بارز في السعي إلى إصلاح ذات البين ضمن كافة المكونات الموجودة في الشمال السوري، وحل الخلافات والخصومات بين إخوة الدين والثورة. إن رابطة الجنوب السوري ممثلة بتجمعات دمشق وريفها والقلمون الشرقي والغربي ودرعا وأريافها والقنيطرة، مستمرة بعون الله في الوقوف إلى جانب أهلها لتقديم ما يلزمهم ويؤمن عيشهم الكريم، وتؤكد أنها تفتح ذراعيها لكل من أراد تقديم أفكار ونصائح من شأنها خدمة أهلنا وتذليل صعابهم، كما ترحب بكل من أراد الركوب في السفينة التي جمعتنا بعد شتات، وألفت قلوبنا بعد فرقة، وشدت عضودنا بعد ضعف، لنشبك زنودنا ببعضها، وننطلق بعد تأسيس هذه القاعدة الصلبة للعودة إلى بلادنا وديارنا منتصرين إن شاء الله. عاشت سوريا حرة أبية،
والنصر لثورتنا، والحمد لله رب العالمين. كالغيث كن نفعا ألا ما أجملك، تسقي عطشا في الدجى يدعون لك، تحيي قلوبا قد تقادم يأسها، وتعيد فيها نبض فأل قد هلك، وتعيد فيها نبض فأل قد هلك. تمشي بخطوات تسير خلفها جيلا إلى مجد سما نحو الفلك، اسلك طريق المصطفى ما خاب من نبذ الهوى، وطريق أحمد قد سلك. تمشي بخطوات تسير خلفها جيلا إلى مجد سما نحو الفلك، اسلك طريق المصطفى ما خاب من نبذ الهوى، وطريق أحمد قد سلك. نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك. كالغيث كن نفعا ألا ما أجملك، تسقي عطشا في الدجى يدعون لك، تحيي قلوبا قد تقادم يأسها، وتعيد فيها